السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده قررنا نغير شويه في نوعيه الاكل. هنعمل ارانب بروتين جميل جدا، وهي نوعيه رخيصه من البروتين وجميله قوي، وفي نفس الوقت من اللحوم البيضاء السهله جدا في تناولها والمفيده جدا لينا ولاولادنا. طبعا ما تحلاش الارانب غير بملوخيه الارانب، وكمان النهارده انا هعمل ارانب محشيه، هنشوف وهندوق. يلا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف الجمال ده هنعمله ازاي. عندي هنا 2 ارانب صغيرة، او طبعا الكمية اللي انت عايزاها. الارنب على فكرة طعمه حلو جدا وجميل وبيستوي معانا بسرعة. طبعا للي ما يعرفش، الارانب من البروتين الحيواني النقي الجميل جدا. هنضفهم كويس جدا، وهبدأ هنا اعمل لهم الخلطة اللي هحشيهم بيها. عندي هنا الخلطة عبارة عن 100 جرام لحمة مفرومة، قطعة صغيرة لحمة مفرومة، أو لو عندك كبد وقوانص هنقطعها، وأضيف عليهم بصلة مقطعة قطع صغيرة مكعبات صغيرة، وأشوحها مع معلقة سمنة مع اللحمة. اول ما البصلة عندي تاخد لون خفيف، هنزل عليهم هنا بكوباية رز مغسولة. التوابل اللي هضيفها عبارة عن فلفل اسود وكركم وملح فقط. دي التوابل المظبوطه، او التوابل اللي هتخلي الخلطه طعمها جميل جدا. ما تزوديش اي حاجه تانية عشان تديكي نكهه وطعم جميل جدا. دي افضل خلطه لحشو الحمام او الفراخ او البط، ولو حابه انت تزودي زبيب او فول ده شيء يرجع لك. هنضيف كوبايه ميه على كوبايه الرز، واخليها تستوي تلتين سوا على نار هاديه، لان الارنب بتاخدش وقت كتير على النار. فلو الخلطه مش مستويه الى حد ما، الرز مش هيستوي فيه الارانب. وما تخافيش، لا هيعجن ولا هيبوظ، هيبقى مفلفل وجميل جدا. كده الرز استوى حوالي تلتين سوا. هعرف منين؟ همسك رزيتين كده واحاول اضغط عليهم، هلاقيه بيكسر معايا كده بسهوله. هسيب الرز لحد ما يستوي خالص، وابدا احشي بيه الارانب. هجيب الارانب وابدا احشيها في النص كده بطنها، وفي منطقه القفص الصدري، واحاول املى البطن كلها بالرز. هي مش بتاخد عندي رز كتير، حوالي 50 جرام بس. وبعدين هجيب عندي خلة اسنان او عود شيش، واقفل بيه البطن بتاعت الارنبة، عشان طبعا الرز ما ينزلش في الشوربة. كأنك كده بتعملي عملية جراحية. هنخيط بطنها بس بعيدين الشيش، بطريقة سهلة جدا كده زي ما انا عملت. خلة الاسنان او عيدان الشيش الاتنين زي بعض. لازم تتأكدي انك قفلت البطن كلها. هشيل كل الرز اللي على الارنبة كده، ممكن كمان اغسلها بالمية، وهحشي الارنبة التانية بنفس الطريقة. وما تنسيش ندبسها كويس. عملت كوبايه رز واحده بس، لان انا ما اخدش رز كتير. كميه الرز المتبقيه دي انا ممكن اسويها، اضيف لها ربع كوبايه ميه كده، وعلى نار هاديه هتستوي معايا حلو جدا، واكلها كده. ممكن اخليها احشي بيها حمام، او احشي بيها فراخ، او اي حاجه تانية. ممكن تشيليها في الفريزر، وقت ما تحتاجيها تطلعيها تسيبيها تفك، وتحشي بيها الحاجه اللي انت عايزاها.
نيجي بقى لتسوية الأرانب. طبعا أي شوربة عشان يبقى طعمها حلو لازم نضيف ليها طماطم، بصل، فصين توم، ورق لوري. التوابل لكل نوع لحمة بيختلف، يعني الأرانب هنا أو الفراخ نضيف لها معلقة فلفل أسود. لو هتسوي بط لازم تضيفي معلقة كمون في الشوربة، دي أساسيات طبخ. استنى هنا لحد الشوربة ما تغلي وبعدين أنزل بالأرانب وأسيبها تستوي. اضيف معلقه الملح وخلاص، على كده اغطي عليها. طبعا ارانب صغيره في السن فمش هتاخد عندي وقت، حوالي نص ساعه بالظبط وهتكون استوت وبقت في منتهى الجمال. ما ينفعش ارانب غير ولازم جنبها ملوخيه بالارانب. معلقه سمن بلدي هحمر فيها معلقه توم مفروم ومعاهم نص معلقه كزبره ناشفه. اول ما التوم عندي ياخد لون خفيف كده هنزل عليهم بالشوربه واسيبها تغلي حوالي 5 دقايق. دي ملوخيه انا زرعاها في البلكونه، قطفتها وخرطتها عشان تطلع بافضل نتيجه للملوخيه. اول ما تضيفي الملوخيه يا دوب تستني حبه خفيفه قوي، اول ما تبدا في الغليان اطفي عليها النار بسرعه واقلبها بالشكل ده، هحصل على افضل نتيجه للملوخيه الخضراء. انا هنا حمرت الارانب وهقدم معاها الملوخيه، وشوفوا ما شاء الله الرز مفلفل وجميل جدا وطعمه مفيش اروع من كده ولا اجمل من كده. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحه وعافيه، وكل سنه وانتم طيبين.